بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه جديده من فايق في المونديال. وخلاص احنا دخلنا في الاجواء اكتر واكتر، لان احنا بنتكلم على ماتشات اكتر سخونه من الاول. بنتكلم على مباراه كانت مهمه جدا جدا ما بين منتخب هولندا ومنتخب المغرب. قدام حضراتكم على الشاشه انتهى وقتها الاصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، واستطاع المنتخب المغربي انه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء انه يفوز على منتخب هولندا ويخرجوا من هذا الدور. كوت ديفوار والنرويج واحدة من المباريات الحقيقة اللي يعني برضو مباراة قوية جدا جدا. النرويج جابت جول في الأول، ثم ديالو نزل وغير مجريات المباراة وجاب جول حلو قوي قوي، فاللقاء بقى 1-1. الولا هالاند بيجري جارية مرعبة، يعني انت وانت بتتفرج على الماتش الولا قطع سبرنت، يعني لو انا مدافع وهو هيبقى جاي عليا، ما انا ما قداميش بقى حاجه، خلاص يعني انتهت حلول الارض، وهنشوف بقى احنا هنتعامل في الموضوع ده ازاي، لانه الحقيقه يعني الولا يخض. ومع ذلك لا، منتخب كوت ديفوار عمل ماتش جامد بصراحه، واتظلم ظلم واضح. يعني منتخب كوت ديفوار له ضربه جزاء شافعي ومالكه وابو حنيفه، يعني بكل الطرق وبكل الاشكال وعلى كل المذاهب. ضربة جزاء ضربة جزاء، وعلى ما يبدو ان هناك حالة تهاون شوية مع الفرق الافريقية في الموضوع، ان حتى الغريب انه حكم الفار ما بعتش حتى للحكم، ما بعتلوش حتى يقول له اي حاجة، ولا هوا. فغريبة جدا جدا بالنسبة لي. الراجل اتخبط في رجليه واختل توازنه عادي جدا، كمل ولا حتى فكر يرجع لها، لحد ما جاب منتخب النرويج هدف الفوز. وغريبه جدا جدا الكوره، طبعا الراجل عدى كويس جدا وحصل فيها 1 2، وبعدين باك باص في مساحه فاضيه لهالاند اللي بيعرف يختار المكان المناسب. هو اللافت للنظر انه هالاند يعني هو يا دوب بيمسك لسه الكوره، يا دوب هيسند الكوره، فهي راح تطول منه داخل الجول لما تبقى عايزه. يعني هي لما تبقى عايزه خلاص، كل سنه وانت طيب. هيبقى في ماتش مهم جدا برضو كمان حبه وشويه. فرنسا هتقابل السويد، وبعدين بقى المكسيك هتلاعب الاكوادور الساعه 4 الصبح، وانجلترا بكره هتلاعب كونغو الساعه 7، بلجيكا والسنغال الساعه 11 مساء. احقاقا للحق اقوى مباراه في الدور ده كله هي كانت مباراه المغرب وهولندا، واللي انتهت لصالح المنتخب المغربي. طيب، عندي شويه اخبار محليه مهمه جدا فيما يتعلق بالانتدابات والانتقالات والحاجات اللي شبه كده. خليني احكي لك قصه علي محمود بكواليسها. علي محمود لاعب امبي، وعرفك هي واقفه فين في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. علي محمود هو واحد من اللعيبه مواليد 2002، عنده 23 سنه. النادي الاهلي حط عينه عليه، اتكلم مع الناس في امبي، يعني بدأ التفاوض، ثم وصلنا لمرحله تقدر تقول هي مرحله ما قبل النهايه. ليه ما قبل النهايه؟ لانه ما فيش عقود تم توقيعها، يعني لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي، وركز بقى معايا، ما فيش عقود تم توقيعها لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب، ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل اتفاقات على كل الاصعده الماديه. يعني امبي له طلبات يعني تصل مثلا الى 30 مليون جنيه. طيب، هل الاهلي ممانع؟ لا، العكس، الاهلي متمسك جدا جدا بالصفقه، وما عندهمش مشكله خالص في الرقم. طب هي عطلانه في ايه؟ ما انت هتيجي تسالني تقول لي طب هي عطلانه في ايه؟ طب انت ما طلعتش قلت لنا طب حطه على الشاحن، طب شيله من على الشاحن، طب قصه الشاحن ايه؟ لانه باختصار شديد امبي يبحث عن شكل تعاقدي لسه فيه هات وخد ما بينه وبين النادي الاهلي. امبي عايز يبقى في نوع من انواع الشراكه، مش مجرد بس جزء او اعاده بيع 10% او 15% من نسبه اعاده البيع. امبي يطمح الى شراكه تصل الى 40%، شراكه كبيره، اللي هو يلا بينا نشوف على صعيد المشاركات الجماعيه ايه اللي ممكن يحصل، على صعيد الانتقالات لو اتنقل راح في حته ثانيه ايه اللي ممكن يحصل، على صعيد الالقاب الفرديه اللي ممكن يحصل عليها اللاعب ايه اللي ممكن يحصل. ده موديل جديد في فكره التعاقد امبي يعني عايز يوصل لها مع النادي الاهلي. طب هل الاهلي ممانعه تامه؟ الاهلي قال طب ممكن نزود الارقام شويه، نرفع فوق ال 30 شويه.
حتايه، ولكن ما نروحش لفكره المشاركه في كل حاجه. ممكن نروح لنسبه اعاده البيع، ده طبيعي، لكن ما نرفعش بقى كل حاجه نوصل بيها الى درجه الشراكه اللي تصل الى 40%. فهي فاضل حتايه، يعني فاضل حتايه. هيوصلوا لصيغه اتفاق ولا لا نهائيه؟ ده هيبقى مبني على مدى المرونه اللي عند النادي الاهلي في الحته دي، مدى المرونه اللي عند نادي امبي في الحته دي. يعني هل احنا هنرجع ونتفق على انه الشراكه دي بس نقلل شويه، ولا لا احنا الشراكه دي مش عايزينها فممكن الموضوع على بعضه ما يكملش؟ لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت العقود جاهزه في النادي الاهلي، جاهزه، لكنها ما اتمضتش، ما راحتش امبي، ما خلصش الكلام، وما زال الامر مفتوح. فعشان كده انا لو قلت لك حطه على الشاحن ولا شيله من الشاحن ولا كذا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب هتسالني تقول لي طب اقطاع عبد الله فين من الموضوع ده؟ ما انت حكيتش حكايته. يعني اصلا الاهلي لما دخل يفتح الباب على امبي ويخبط كان بيتكلم في 3 لعيبه، هتزود عليهم كمان حامد فكروني اسمه، حامد عبد الله، فكروني حامد عبد الله، صح، انا قلت اسمه صح. فاقطاي وحامد وعلي محمود، فالاهلي كان بيتكلم في ال3. بعدين الكلام بدا يروح لعلي محمود لوحده، فامبي قال طب يلا احنا نتكلم في علي محمود، فوصلنا للصيغه اللي انا بكلمك فيها ديت. يعني العطله فين دلوقتي؟ العطله في قصه الشراكه في علي محمود. ولكن امبي عايز لو انه يبقى فيه زي نظام كده توافق ما يحصل، بحيث انه الاهلي ياخد الاثنين لعيبه بنفس الاتفاق، بنفس ذات النفس بتاعه الارقام، بكل حاجه. اقطاي بكذا، ده هيبقى بكذا، ده ب30، ده ب30، ده بشراكه كذا، ده بشراكه كذا، ده بنسبه اعاده بيع كذا، ده باعاده بيع كذا، ده هنحط متغيرات ليها علاقه بالفوز بالدوري، ليها علاقه الفوز بمش عارفه كذا بكذا بكذا. كل ده وارد. وما علمته، انتوا عارفين الحقيقه انك توصل لمعلومه دي انت بتقعد تلف الدائري وتطلع المحور عشان خاطر توصل لحاجه حقيقيه، ما تكونش بس مجرد كلام بيتردد على السوشيال ميديا. امبي يرغب لو انه يبقى التوافق مع النادي الاهلي جاي من الحته ديت. الاهلي ما عندوش مشكله في فكره برضه التعاقد مع اقطاي عبد الله، لانه هو كان عايز اقطاي اصلا من ضمن حاجته، بس الاهلي عايز يخلص الاول علي محمود ونشوف بعد علي الدنيا هتمشي ازاي. قال لا طب انت حكيت لي قصه علي بابا كلها وبعدين ما قلتليش حامد قصته ايه؟ لانه حامد الحقيقه واحد من ضمن اللعيبه اللي ظهرت مستوى مميز جدا خلال الدوري. وانا الحقيقه عجبني طريقه تفكير الناس في امبي. يعني هم مش بس مولعين السين، يعني هو مولع السين في فتره الانتقالات، لا هو في الدوري ولع الدوري وقدم مردود قوي وقدم مدربين وقدم وشكله كان حلو في الدوري. وبعد ما خلص الدوري هو بيبيع وبيستثمر وعنده افكار، فما عندوش مشكله برضه في الحته ديت. يعني انت فاهم؟ يعني مثلا ما كانش طول السنه ميت، مش فرقه ميته مثلا مضروبه بالنار وعد غنمك اجواحها واحده قايمه واحده نايمه، لا هو الحقيقه انه هم كانوا ماشيين كويس، فالفاترينا بتاعتهم حلوه. يعني امبي من الانديه اللي الفاترينا بتاعتها حلوه، وهم عارفين ان هو فاترينا. يعني انا عندي فاترينا، بس انا برضو فاترينا وموجود في الدوري، مش فاترينا وانا مش. فما عندوش مشكله ان هو يبقى في الحته ديت، ما عندوش مشكله ان هو يبيع، بس هيبيع ازاي؟ هي دي التفاصيل بقى اللي احنا بنتكلم فيها. طيب حامد ايه قصته؟ حامد جاي له عرض من ريد ستار الصربي، الناس كانت رايحه جايه. طيب وقفنا عند فين احنا دلوقتي؟ واقفين عند اعاره بنيه البيع، امبي ياخد له مثلا رقم يعني في الحته بتاعت من 200 ل 350 الف دولار في فتره الاعاره، ويحط اعاده بيع او يحط تفعيل عقد الشراء في الحتايه بتاعت مثلا المليون ونص، المليون 800، فيبقى اترزق من الاخر في حمد عبد الله ب 2 مليون دولار.
هو انت بقى لما تيجي تبص اصلا حامد جايب كام لو الصفقه دي تمت؟ يعني انا واثق ان الناس ممكن يبقى مسبيله جدا يعني. على حسب معلوماتي يعني حامد عبد الله حوالي 250 300 الف جنيه ده عقده في امبي. على حسب معلوماتي ممكن يعني ايه الرقم يبقى فوق شويه سنه تحت سنه. موضوع الارقام ده دايما بيبقى فانت متخيل لو هو راح باع هيبيع بكام؟ هيبيع بالرقم ده. فطبعا ده مش استثمار عادي يعني. الصديق العزيز ايمن الشريعي ولو اني زعلان منه يعني، بس هو دماغه شغاله. دماغه شغاله وبيعرف يسوق لعيبته صح ويعرف يبيع لعيبته صح وعنده كذا سابقه قبل كده. هيمشي ازاي بقى الموضوع؟ هيحصل ايه؟ ما انتش عارف، لانه في الاول وفي الاخر برضه انا بكلمك على ناشئين لعيبه 2003 2005 2000 فاهم؟ انت بتتكلم في الحته دي. هو عمال بيبيع ويكسب في الحته دي. لذلك وده الموضوع اللي انا هتنقل ليه، اتبسطت قوي قوي من النقله بتاعه محمد هيثم عبد العظيم، لانه واحده من ضمن الحاجات اللي مخلياني مبسوط قوي انه في حاله استنفار حاصله عند الناس كلها ورغبه كبيره انه كله يخرج وكله يبقى موجود بره في اوروبا وكله يبقى محترف وكله يطلع وكله يشد الشده. محمد هيثم طبعا حضراتكم عارفين هو واحد من ابرز شباب ناشئي النادي الاهلي مواليد 2007 وتم قيده الموسم اللي فات في القائمه الافريقيه. يمكن لم يحالفه الحظ في انه يشارك لكن تم قيده. لعب في الاهلي وبعدين راح اشترل برايا البرتغالي، شارك مع منتخب الشباب في بطوله كاس العالم تحت 20 سنه. وفوجئنا باول من امس بخبر من الاخبار الحلوه انه انضم لنادي راسنج سانتاندير الاسباني. وراسنج له سابقه عظيمه الحقيقه يعني. سابقه ليها علاقه ببلال عطيه. هفضل طول الوقت طول حياتي الاعلاميه تقريبا كل ما يبقى قدامي موقف للعيب ونادي ولعيب يتصاب ونادي يقف جنبه هفتكر دايما راسنج سانتاندير. لانه بلال لما اتصاب انا فاكر كويس قوي الصديق العزيز عمر نايل مدير العلاقات الخارجيه والتعاقدات الدوليه لراسنج عمل معايا مداخله قال لي حتى لو مصاب احنا هنعالجه، احنا مش هنسيب ايديه، احنا ماسكين في ايدين الولد وبتاع، لحد ما بلال بقى موجود معاهم بسم الله ما شاء الله. واتبسطنا واحنا شايفينه في الزوم معانا في من فتره مع صديقي العزيز عمر نايل. و فكره ان انا يبقى عندي نادي باصص على اللعيبه المصريه وفي نفس الوقت مش بس لعيب واحد، لا ده كمان لعيب تاني اللي هو محمد هيثم. محمد هيثم مهاجم، احنا محتاجين مهاجمين وعايزين الفتره ديت يطلع لنا اكتر من مهاجم مش مهاجم واحد بس. فانا الحقيقه مبسوط لمحمد هيثم. ومش بس محمد هيثم اللي عايزه يخرج، انا نفسي كل شاب حلو عندنا في الدوري المصري عنده فرصه انه يخرج والانديه بتاعتهم تساعده. انا معايا على التليفون الصديق العزيز عمر نايل مدير العلاقات الخارجيه والتعاقدات الدوليه لنادي راسنج سانتاندير. مساء الجمال. مساء الفل يا ابراهيم، والف شكر على الكلام الجميل جدا اللي انا سمعته ده، يعني حاجه جميله ربنا يخليك. والله انتوا تستحقوه لانه انا عارف انه دي حاجه تميز النادي، انه يبقى نادي يعني مش هو مش بس احترافي انه بيعمل حاجه انا احترمها وانا اقدرها. فافضل طول الوقت انا فاكر الموقف ده. خلينا اخش معاك في التفاصيل. جت منين قصه انضمام محمد هيثم؟ وعلى ما يبدو كده ان انت مشغل الشغل وحاطط عينك جوه اللعيبه المصريه ومركز في القصه. بص يعني اكيد طبعا، يعني انا مؤمن دايما ان انا في موقع معين وطبعا مصري، فبالتالي لازم افيد بلدي باي حاجه. ده اولا. ثانيا محمد كابتن من كباتن منتخب مصر في سنه طبعا، وما شاء الله عنده خبرات اوروبيه قبل برضه اشتريل بتهيألي، ولعب في الاهلي ولعب في الزمالك، لعيب وسنه صغير. فطبعا احنا بندور على الخوات دي يا ابراهيم، مش بس المصري، احنا عندنا الماني، عندنا نمساوي، عندنا دنماركي، ولكن احنا يعني محمد يستاهل ان هو يتحط في مكان كويس يكونسنتريت في الفتره اللي جايه، ويكون ان شاء الله باذن الله يكون مستقبل لمصر ولينا باذن الله رب العالمين. طيب ده يخليني اسالك، محمد هيبتدي يلعب مع فريق مواليد كام؟
وهي يعني تجهيزاته بتبقى عامله ازاي؟ انتوا اكيد وانتوا بتتعاقدوا مع لعيب بيبقى عندكم نوع من انواع الرسم لخطه صعوده لحد ما يصل الى المرحله اللي انتوا عايزينها، ايا ما يكون اذا كانت مرحله التسويق، ايا ما يكون اذا كانت مرحله اللعب للفريق الاول. فاشرح لي كده ايه البلان اللي انتوا حاطينها؟ شوف، احنا الفتره اللي فاتت حصل ري اورجانيزيشن، وبالذات بعد ما صعدنا لا ليجا. فبالتالي سيستم قطاع الناشئين عندنا اختلف الى حد ما السنه اللي جايه عن السنه اللي فاتت. من ضمن خطه التطوير بتاعتنا ابراهيم ان احنا ضفنا فريق برضه تحت 21 سنه. يعني احنا عندنا تحت 23 سنه فقط السنه اللي فاتت، دلوقتي كويس. عندنا تحت 21 سنه وتحت 19. ده زي ما بنقول مزرعه للعيبه اللي احنا بنعدها ان هي تبقى بقى في الفريق الثاني او في الفريق الاول. كويس. بالنسبه للتعاقد مع محمد، محمد طبعا انت كمهاجم او المهاجم المميز هو عمله نادره ابراهيم. احنا فقط بندي الفرصه كامله للعيب ان هو يجرو اب في المكان اللي هو فيه عشان يوصل معانا الفريق الثاني والفريق الاول. احنا عملنا الفتره اللي فاتت زي ما قلت لك تحت 21 سنه، عملنا اتفاقيه او ضمننا انديه اخرى من الدرجه الثالثه من الدرجه. كويس. نتنفذ في اللعيبه الموهوبه اللي زي محمد وزي برضو امثله لعيبه احنا جايبينها ان شاء الله العالمين. فبالتالي معانا في التعاقد انه في الفريق الثاني. الخطه الفنيه اللي موضوعه لمحمد ان شاء الله. صوتك بيقطع، انت على الدائري بتاع اسبانيا ولا الدائري بتاعنا؟ استاذ عمر. لا دي دائري بتاعنا. انا اعرف التيت ديت، في تيت بتاعت اسبانيا غير التيت بتاعتنا. دي تيت بتاعتنا، دي الدائري، الحته اللي هي قبل المريوطيه دي. طيب لحد ما يرجع لنا الصديق العزيز عمر نايل. لا انا مبسوط الحقيقه لمحمد وعايزه يشد حيله الفتره اللي جايه، يمسك في الفرصه كويس جدا جدا، لان المرحله اللي جايه كمان هي مرحله تغيير دماء واضحه على صعيد كل المنتخبات الوطنيه، والفرص دلوقتي بالكوم، والناس عندها استعداد ان هي تشوف لعيبه جديده، والجمهور في الشارع عنده استعداد يشوف لعيبه في المنتخبات جديده، والناس كلها متحمسه للشباب الصغير، لانه شايفين خلاص يعني فكره ان انت يبقى عندك 20 سنه و22 سنه و23 سنه وتلعب منتخب اول ما بقتش بعيده، ما بقتش حاجه بعيده، بل ده الطبيعي. يمكن احنا اتاخرنا شويه بس احنا عندنا حافز عظيم. الاجواء اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي اجواء حلوه، اجواء حلوه جدا ممتعه، يعني مش اي حد، مفيش بني ادم مش هيبقى مستمتع باجواء كاس العالم، وتحديدا انه منتخب مصر ماشي كويس في بطوله كاس العالم لحد ان شاء الله باذن الله مباراه استراليا. هنرجع لنا الاستاذ عمر. طيب لو لما يرجع لنا تاني الاستاذ عمر نايل، نروح لزميلنا حسن غنيمه يدينا شويه تفاصيل في الديتيلز. انت فين يا حسن كده يا حسن؟ الدنيا حلوت يا حسن. احنا كابتن مع المونديال في المونديال كعب داير. النهارده اول رساله لينا من مدينه دالاس في تكساس. امبارح جينا برو ام بي سي في المونديال، انتقلنا من سياتل هنا لدالاس. ويمكن انا واقف يا كابتن دلوقتي في ظهري ملعب AT&T ستاديوم دالاس اللي هيتلعب عليه ماتش مصر واستراليا، اللي انتهى عليه منذ قليل مباراه كوت ديفوار والنرويج اللي فازت بيها النرويج، وكان في احتفالات كبيره جدا في ظهري للجمهور النرويجي. يمكن الاجواء هنا كمان في يعني باور شديد جدا لكل الجمهور هنا في المونديال، اجواء جميله جدا الحقيقه في دالاس. لكن كابتن ابراهيم خليني اقول لك في البدايه برضو اللي يهم الجمهور المصري منتخبنا الوطني، اجواءه عامله ايه، بيعمل ايه دلوقتي المنتخب الوطني. منذ حوالي نص ساعه انهى المنتخب الوطني تدريبه على ملعب جونزاجا بمدينه اسبوكان بحضور كل اللاعبين، وكان كابتن حسام حسن بقى مركز على الجانب الفني بشكل قوي جدا، وكان واضح من التدريب انه مركز مع كريم حافظ لانه هيكون بديل لاحمد فتوح المصاب اللي خلاص تاكد عدم لحاقه بالمباراه المقبله. وقد يكون فتوح مش عايز اكون متشائم ان البطوله تكون انتهت بالنسبه له، لكن ان شاء الله لا نقدر نجهزه باذن الله في حاله فوزنا في مباراه استراليا للمباراه اللي بعدها. كمان انا شايف كابتن حسام في المعسكر مش سايب اي حاجه للصدفه تماما، حتى التغذيه جايبين الاكل بتاعنا من مصر بكميات كبيره جدا مع الشيف محمد فرحات، لانه الاكل الامريكي سعراته الحراريه عاليه. كابتن حسام وكابتن ابراهيم عاوزين يحافظوا على رشاقه اللعيبه خلال المعسكر. مش محتاج اقول لك يا كابتن قد ايه اللعيبه حاسه بالمسؤوليه
يمكن انا لما اتكلمت مع بعض اللاعبين خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا قالوا لي احنا مش محتاجين حد يقول لنا نتحمل المسؤوليه، ده اهم مباراه لينا في تاريخنا كلاعيبه كوره، ان احنا عايزين نصعد دور 16، عايزين نكتب التاريخ بايدينا للشعب المصري ونفرح الجمهور المصري. عايز اقول لك كابتن انه يمكن دلوقتي درجه الحراره هنا في مدينه دالاس مرتفعه للغايه، اشبه بالدول الافريقيه، 32 درجه مئويه في اللحظه اللي بكلمك فيها، الرطوبه تخطت ال 60%، انت مفيش اكسجين في الجو، انت ممكن تنهج وانت واقف في مكانك. لكن الملعب اللي ورايا AT&T ستاديوم اللي هيتلعب عليه مباراه مصر واستراليا مفيش مشكله فيه بدرجه الحراره، لانه ملعب من واحد من اكبر الملاعب على مستوى العالم، بيتغطى وبيتقفل مره ثانيه على حسب الجو، ملعب مكيف، وبالتالي اللعيبه مش هتحس بدرجه الحراره الكبيره او درجه الرطوبه الكبيره. الملعب ده بيتسع ل 80,000 متفرج، ودلوقتي كمان في المونديال طوروا المدرجات عشان يتسع ل 94,000 متفرج يا كابتن. يعني ملعب يشيل جمهور بتاع 10 فرق في مباراه واحده. كمان الملعب ده بيعتبر اكتر ملعب في البطوله، اللي في ظهري ده يعتبر اكتر ملعب في البطوله استضافه للمباريات، استضاف 9 مباريات كان اخرهم النهارده، وهيستضيف واحده من مباريات السيمي فاينل على نفس الملعب. وده يمكن الملعب كبير 94,000 متفرج، ده اللي عمل ازمه هنا في التذاكر. سعر التذكره في السوق السوداء في البلاك ماركت هنا في دالاس وصل ل 1000 ونص دولار، اي ما يوازي 75,000 جنيه، لان الطرق الشرعيه لموقع الفيفا مش شغاله حاليا ان هم يقدروا يشتروا التذاكر، مفيش غير البلاك ماركت. لكن الجمهور مصمم انه يدور على التذاكر ويكون معاه تذكره. كمان يا كابتن يعني عايز اقول لك انه الاجواء الجماهيريه المصريه، الجمهور المصري اخذ الموافقات الامنيه هنا في مدينه دالاس عشان يعملوا المسيره اللي اصبحت مميزه للجمهور المصري. الجمهور المصري هو الجمهور الوحيد على مستوى كل الجاليات وكل الفرق المشاركه في المونديال اللي بيعمل موضوع المسيره ده وحريص عليها جدا. وهو في دالاس في نفس العدد زي ما كان في سياتل، نفس العدد بالمسيره اللي حصلت ديت في سياتل، ولا ممكن يبقى اقل ولا ايه؟ انا عايز اقول لك يا كابتن انه القصه كمان ما بقتش مصريين بس، يعني المصريين هنا قد يكونوا ممكن اقل شويه من سياتل، لكن اللي هيعوض ده بقى الجاليه العربيه. عندنا جاليه عربيه هنا ضخمه جدا. امبارح المنتخب المغربي طبعا ببارك له، عندهم جاليه بالالاف هنا في دالاس، كلهم بيقولوا احنا هنكون موجودين جوه الاستاد وفي محيط الاستاد، وهنشارك اخواتنا المصريين في مسيرتهم. امبارح بالالاف الجمهور المغربي احتفل حتى الساعات الاولى من صباح اليوم بفوزه على هولندا، فوزه التاريخي. الجمهور المغربي هيضم على الجمهور المصري، وشايف توانسه وشايف ناس من فلسطين ومن العراق، اخواتنا العرب في كل مكان بيأيدوا وبيشجعوا منتخب مصر بقوه، وكلهم هيكونوا منتظرين منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. متشكرين يا ابو علي. باذن الله من سبوكان. متشكرين يا ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز حسن غنيمه كان معنا من دالاس من امريكا. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا هل الاستاذ عمر نايل جه رجع تاني؟ طيب لحد ما يرجع لنا اروح فين تاني معايا؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه يا مصطفى؟ تمام والله. ازيك يا عمو؟ ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار يا عمو؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ كله حلو الحمد لله. طيب هنعمل ايه؟ انا برضو لا مش فين الطاقه؟ لا فين الحماس؟ عند رأيي فين الحماس؟ ان شاء الله الماتش هيبقى صعب شويه وهنفوز برضو 3-2 باذن الله. 3-2 برضو مصمم. ياما هنقعد نستنى الاثنين دول. الماتش هيبقى جامد على منتخب مصر، بس هنفوز 3-2 باذن الله. ركلات ترجيح دي ولا ده ماتش؟ لا في الماتش ان شاء الله. طب مين اللي هيجيب يعني احنا هنجيب ولا اصل توقيت الاهداف؟ احنا اللي هنبدا. احنا هنبدا الاول. احنا هنبدا ونوصلها ل 2-0 ويبقى 2-1 3-1 3-2. ده هو قال لك كده؟ جامايكا قال لي كده. ده هو قال لك كده. يعني مأكد عليك الموضوع، اهم حاجه عشان بس الهارت اتاك يعني. لا مأكد عليا ان شاء الله. تمام يعني على بركه الله. وانت يا مصطفى؟ هو انا متفائل خير يا كابتن ان شاء الله. احنا ممكن نكسب 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا بصراحه انا لاحظت حاجه الفتره اللي فاتت دي. اي مدرب مصري بيفرح الشعب المصري. صح. جوهر الله يرحمه، كابتن حسن شحاته ربنا يديه الصحه، كابتن حسام حسن. المدرب المصري بيعمل فرق مع الفريق ان شاء الله باذن الله، يعمل فرق ونقدر نعمل حاجه كويسه. اشكركم شكرا جزيلا. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا عم حسن. شكرا يا درش. دلعنا دلع. طيب رجع لنا تاني استاذ عمر نايل يا صديقي العزيز. انت ده دائري اسبانيا ولا ده دائري مصر ده؟ دائري مصر. انا قلبي حاسس التيت اللي في الاخر ديت كله تمام ولا يهمك. طيب كنا بنتكلم في ايه بقى عشان انا اصلا نسيت؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ انتوا ناويين تعملوا ايه مع محمد هيثم؟
قلت لي محمد زي ما قلت لك احنا عندنا بنفتح اكتر من رئه في النادي، عندنا بالتعاقدات مع برضه انديه اقل من الليجا. وفي نفس الوقت احنا عندنا دلوقتي اكبر من فرصه ان محمد يتدرج فيها، سواء تحت 21 سنه او تحت 23 سنه او حتى لنادي تحت الامبريلا عندنا. ولكن بصفه عامه محمد هيثم وبلال وبعض اللعيبه الافارقه اللي احنا هنضمهم ان شاء الله في الصيف دوت هيبقوا في المنظومه بتاعتنا. هيبقى فين بالظبط بقى ابراهيم؟ ده بقى ان شاء الله باذن الله هتحددوا حته شغلهم اللي محطوطه لمحمد. الله ينور عليك. شغلهم هم على نفسهم. فهو محمد بلال وغير بلال وكل اللعيبه المغتربين اللي احنا بنحط عينينا عليهم دول هيبقوا تحت الامبريلا بتاعت راسل بشكل عام. وان شاء الله باذن الله يكون قريبا نسمع ان في جيل جديد مش بس من اللعيبه المصريين، لا كل اللعيبه اللي في العالم اللي احنا نقدر نساعدهم ان احنا يوصلوا لافضل نسخه من نفسهم ان شاء الله. سؤال بقى بيطرح نفسه بقى، طب الفريق الاول اللي صعد بقى واللي هيلعب في الليجا، هل ركز بقى في السؤال ده، ركز، هل بتفكروا في لعيبه مصريه تنضم للفريق الاول مباشره؟ انت بتركز على هل جامد شويه يا ابراهيم. هل كويس طبعا عشان ده سؤال مهم. ان شاء الله احنا طبعا انت عارف ان دلوقتي هو محفل القدم في العالم. انت عارف ان كل الانديه سواء الصاعده او الموجوده اوريدي في اي دوري ممتاز في العالم هي بتتابع اللعيبه بشكل كامل في كاس العالم، وان المفاوضات هتبدا بعد ممكن نقول الادوار اللي جايه. اكيد ان في نجوم كبير جدا في المنتخب المصري عليهم العين، مش من عندنا بس بل بالعكس في الليجا بشكل عام. مش عايز اتفسح، انا مش عايز اتفسح، انا رغبتي كابراهيم مش عايز اتفسح، انت ما تفسحنيش. ايه رايك؟ انت كده هتفسح تقول لي وانديه كتير، لا يا باشا انا بسالك على راسنج، انتوا حاطين عينيكم على حد؟ في حد في يا ابراهيم ان شاء الله يا سيدي. طب ما تقول كده، تمام حلو الكلام. شوف انا بقى مش بص انا بقى مش هزنقك اكتر من كده يعني. نوصل لابعد نقطه ان شاء الله باذن الله في كاس العالم، ونوصل ونثبت وجودنا زي ما احنا ثابتين دلوقتي، ويكون ان شاء الله باذن الله يكون لنا نصيب قريبا باذن الله رب العالمين. طبعا انت الحصريات كلها معاك. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك ربنا يخليك يا رب، ربنا يكتب لكم الخير. وانا بحترم طبعا كل حاجه ليها علاقه بسريه التعاقد او الامور اللي شبه كده، لكن هبقى مبسوط اكيد لما يبقى عندنا لعيبه مصريه انتوا حاطين عينيكم عليها تلعب في الدوري الاسباني وتبقى موجوده معاكم ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز، ومره ثانيه وثالثه بتمنى لكم كل التوفيق. مداخله مهمه جدا فيها تفاصيل وفيها معلومات. مره ثانيه وثالثه اتمنى لكل لاعبتنا المصريه النجاح، تشتغل على نفسها. محمد هيثم وبلال عطيه الاثنين محتاجين يبذلوا مجهود كبير ان شاء الله باذن الله عشان يتحطوا في الفريم اللي احنا عايزينهم يبقوا موجودين فيه، علشان احنا محتاجين لعيبه مميزه وهم كذلك علشان انعكاس ده على منتخبنا الوطني. بعد الفاصل خليكم معانا، حلقه جامده جدا 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 النهارده، قهوه الساده الصحفيين، فخليكم معانا بعد هذا الفاصل. بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. خلونا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده، ناقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم المنيسي. يا استاذ ابراهيم مساء الجمال. مساء الفل يا هيما. اخبار حضرتك ايه؟ انت عامل ايه؟ تمام والله تمام زي الفل، في افضل صحه وافضل حال. ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري. يا استاذ احمد مساء الجمال. حبيبي منور ومطول. مبارك ايه؟ كله زي الفل. الابيض يليق بك. تحب انت الابيضات؟ الحمد لله طبعا. الحمد لله الحمد لله. النهارده الاسماعيلي؟ الحمد لله. البرازيل ماشي. استاذ خالد الاتريبي، ازيك يا استاذ خالد؟ يا مساء الفل يا هيما. عامل ايه يا صديقي؟ الحمد لله كله زي الفل؟ كله تمام يا رب دايما. ابو الشوق كابتن هيما، وحشنا شوق. وانت والله العظيم كله حلو الحمد لله. انت اخبارك الشغل شغال زي الفل الحمد لله. يغيب ثم يعود للتألق، بس هو بقى له فتره قاعد معانا يعني. عمرو جاب الله، ازيك يا عمور؟ حبيبي يا كابتن ابراهيم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله كله تمام. احنا محتاجين بقى كلنا نرحب بك يا جيمي. عامل ايه يا جيمي؟ كله زي الفل يا كابتن. منور الدنيا والله ده نور حضرتك ونوركم كلكم طبعا. كله كويس؟ كله زي الفل يا رب. محتاجين نرحب بيه كتير عشان عباس تراجع. لا ما يعني رحبوا بقى بيه. كمل 3 سنين واكتر واحد عايز كاس العالم. لا وبعدين بدأ يعمل شغل من تحت لتحت. الشغل بيعلى. عمال يعلي وحته في التشكيل. بص بقى انت يا استاذ احمد، انت عمال يعلي في الريتم يا استاذ ابراهيم، ويقوم جاب اخبار بانفرادات وبمداخلات ويعلي الريتم وياخد الكرسي.
وعمال يسد الفراغ. لا 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 ده ملاه برضه ده ملاه. هفضل مصاب وبعدين يوم باصة نجم بص، كبير. اهو بص يقوم لاحقها ما دي برضه من ضمن الادوات. عارف. وبعد ما يخلص عامل ازاي؟ ممحرها ها؟ ومديها وش وخلاص. لا برنس والله. بقول لك ايه يا كابتن، النهارده كلمه قال له انت ازاي مش هتطلع الشاشه هتفتقدك وبتاع. عباس قال له لا 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 لا. انا هبقى بكره ان شاء الله باذن الله. طيب الراوند الاولانيه ناخدها شويه اخبار وتفاصيل، والراوند الثانيه نخش في المنتخب. فطيب خليني اسال حضرتك يا استاذ ابراهيم فيما يتعلق بالنهارده الخبر النادي الاهلي نزله او البيان فيما يتعلق بقصه التراخيص والرخصه الافريقيه، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ شوف انا يعني احنا السنه دي لاول مره تثار موضوع الرخص، رغم ان انت مش اول سنه تشارك في افريقيا، ده حقيقي، ولا اول سنه يبقى عندك دوري محترفين، ده حقيقي. لكن المشاكل الكتيره اللي في حوالين الانديه خلت لجنه التراخيص في الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري مهمه جدا، وعملت لها لجنه للاستئناف. أيوة. بحيث ان اللي يتظلم يروح لجنه الاستئناف. ايوه. الاهلي جاله جواب من اتحاد الكوره من لجنه التراخيص في بعض الاستفهامات حوالين بعض النقاط. كويس. قولوا لي الموقف المالي ايه؟ قولوا لي العلاقه بين شركه كره القدم والنادي، الحالات التعاقديه والالتزامات الضريبيه بتاعه النادي والاستحقاقات اللي عليها. كويس. النادي الاهلي رد يدرس. وانا اتمنى ان اتحاد الكوره او لجنه الرخص في الاتحاد تكشف عن ده، لان انا اشوف ان انت عمرك ما هتتطور الا لما تفرض حاله اسمها الحوكمه، الا انه يبقى في مسطره حاكمه الكل، ماشي، في قواعد منظمه للكل. انت بعت تعمل استفهامات للنادي الاهلي، النادي الاهلي بعت لك قال لك ادي الموقف المالي بتاعي، ادي الحالات الخاصه بالشركات بتاعتي، ادي علاقه الشركات المساهمه الاربعه بكره القدم، ادي اللي بيضخوه في النظام الكروي بتاعي، ادي الحالات التعاقديه اللي عندي، ادي الحالات الضريبيه والاستحقاقات اللي انا مقدمها. اسال ابراهيم فايق انت ايه؟ يقول لي 1 2 3 4 10. طيب قضي الامر. هو المفروض انه في معيار ما بتحطه لجنه التراخيص لكل الانديه بناء عليها يتم الموافقه على الرخصه او لا؟ شوف، هو لجنه التراخيص عندها استماره بتستوفيها. ماشي. ايه الحالات بتاعتك؟ ايه الموقف المالي بتاعك؟ ايه الظروف التعاقديه اللي عندك؟ ايه مدى التزاماتك الضريبيه؟ العقوبات اللي عندك؟ ماشي. الحاله الكامله بتاعتك، هل انت كواليفايد ان انت تبقى نادي محترف وعندك فريق محترف يامن الحالات العقود دي ويامن حاله اللعيبه والمدربين، ولا انت ما عندكش؟ اوكي. انا ليه بقول لك انا سعيد ان هم بداوا بالنادي الاهلي، بس لابد ان انت المقياس ده تعامل بيه الكل. اكيد هيحصل كده، اتمنى ده لما فرق. طيب استاذ احمد، هتكلم مع التراخيص مع الشباب، انما ليه انا عايز اجي لك في موضوع معتمد جمال؟ لانه الحلقه اللي فاتت يعني الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبليه حضرتك معانا تصر على انك تفتح موضوع معتمد جمال وتسال سؤال: يا جماعه انتوا ليه ما كلمتوش معتمد جمال لحد اللحظه ديت؟ الزمالك معتمد جمال مش مدير فني لنادي الزمالك، يا جماعه ما حدش كلم معتمد جمال، معتمد جمال زعلان. فالناس تتكلم 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 تتكلم، تيجي الاسبوع اللي بعديه تقول يا جماعه معتمد جمال ما حدش كلمه، يا جماعه التعامل مع معتمد جمال لازم يبقى فيه شكل. فانت سابق الكل في القصه بتاعت معتمد جمال، ثم من بعد الحلقه اللي فاتت بدا بقى خلاص الموضوع يبان انه معتمد جمال لن يصبح مديرا فنيا لنادي الزمالك. ليه نسالك يعني ما الذي يحدث؟ طيب هو طبعا الزمالك المدرب بس قلت الاول ادي لك حقك حبيبي الله يخليك. هو الحقيقه يحيي على ده الحلقه اللي فاتت واللي قبليها كمان. لا اللي حسمها كمان اللي فاتت اتحسمت. الاول عايز اقول للمدرب الزمالك خلاص ايام ما هيبقى المدرب الجديد موجود. وانا برضو يمكن احنا هنا السنه اللي فاتت اما كنا حلقه ما بتقول لي طب الزمالك يفضل اجنبي ولا مصري؟ قلت لك مصري. ولما راحوا جابوا يانيك فيريرا ايوه ومشي وجابوا المصري. ايوه. طب انت كزمالك في الظروف دي كلها
ليه مصر على مدرب اجنبي؟ انا مش لاقي مبرر. حتى لو انت مش يعني وانا مش لاقي مبرر ان معتمد اللي واخد الدوري واصل نهائي كونفدراليه وكان ممكن يكسب في لقاء الذهاب هناك، غير الحظ اللي ما تتكررش تاني. أيوه. ليه يتعامل المعامله دي؟ انت كاداره نادي من حقك انه خلاص انت عايز تغير الكلام ده. برافو عليك، انا مش ضد التغيير خالص. احترم الناس. انا ما اتواصل على طول مع كابتن معتمد، يمكن هو يرجع مصر بعد بكره وبياكد على ابراهيم فايق انه يبقى خلاص معاه. يا نهار ابيض، يزيدني شرف. يعني ربنا يزيدني يا كابتن معتمد، قسما بالله انت تزود البرنامج وحياه ربنا. احنا نطول والله العظيم، ما نطولش يعني. هي الفكره ان انت ما حسمتش الملف ده، فانت بيجي له عروض. جاله الشرطه العراقي مثلا عرض خرافي. انا قلت له انت ازاي ما وافقتش؟ قال لك لا استنى. يقول لهم استنى نادي الزمالك، يعني اضرب مرتبه مثلا في 20 30 ضعف. 20 30 ضعف. اقول لك كمان مين كان مهتم بيه؟ الوداد والترجي. وفي الترجي تحديدا انا مش يعني عشان ما تاخدنيش الذاكره، اتكلموا معاه اللي هو دلوقتي حالا يا كابتن لو انت دلوقتي حالا جاهز احنا جاهزين وهنخلص دلوقتي. الوداد. هو عندك المعلومه يعني. هو كان لا اي حد غير المعتمد او كابتن معتمد يعمل ايه؟ يقول لهم يا جماعه عرفوني وضعي ايه؟ نظامي ايه؟ لكن هو يعني خجول زياده عن اللزوم، فهو واخد جنب. طبعا زعلان جدا ان هو كان ممكن يمشي بطريقه احسن من كده. انا قلت له انا رايي الشخصي انت خلاص عملت انجاز كبير، واللي بيحصل ده يعني ممكن ما يتكررش، اخرج من الباب الكبير وروح اي نادي. بس هو لاخر لحظه من ذوقه برضه يقول لك انا مش همشي الا لما يقولوا لي خلاص، وهو عنده المعلومه والنهارده عارف ان الزمالك بيجيب مدرب. لكن تلاقي انت مثلا حد من المجلس ده يبعت له رساله مع حد تاني مش مباشره يقول له ايه لسه. يعني ايه لسه؟ انا مش فاهم معنى لسه. ما تحسموا يا جماعه احسموا القصه على الاقل. ما تقولش ما تسميش المدرب الجديد، بس قول ان مرحله الكابتن معتمد خلاص هنبدا مرحله ما بعد معتمد جمال. بسيطه، لا سهله جدا. وكمان معتمد جمال واحد جاب لك الدوري ونافس لك لحد اخر لحظه في الكونفدراليه، لازم تبروزه هو يعني خلاص خلاص انا في اللحظه دي، خلاص انا في اللحظه دي اعرف اتدارك اللي حصل. هات معتمد جمال وراضيه واعمل له حفل تكريم واشكره وخلي اعلامك يتكلم عنه وخلي الناس تتكلم عنه، علشان على الاقل الراجل يحس بالتقدير ويبقى محطوط في الفريم دايما انه نادي الزمالك بيجيب ولاده في اي وقت بيخدموه، ولو حصل نادي الزمالك اللي هم يا جماعه متشكرين بيشكرهم شكر كويس، بيخرجهم من الباب الكبير. على الاقل تعرف تتدارك ده دلوقتي. ده بالظبط. وفي رساله وصلت لكابتن معتمد برضه ما كانش ينفع تيجي يبعت له. المشكله ان مفيش رسائل مباشره. يقول لك طب ما ممكن بقى انت تيجي مدرب عام مع المدير الفني الاجنبي الجاي. ما انت اصلا كنت جاي كده. يا جماعه الدنيا اتغيرت. انا معتمد 26 غير معتمد 25. ليه؟ طب ما هو اتعرض عليه قبل كده. لا واتعرض عليه لا هو الاتفاق كان كده. هو لما جه نادي الزمالك لما جه حق ربنا الاتفاق كان كده ان مرحله ويكمل. قالوا لي انت ما رضيتش. هو ما وافقش بيها مع جوميز. برافو عليك، مع جوميز. لكن دي كان موافق، بس كمل وخد دوري وخد ونهائي كونفدراليه. مستحيل ان هو يقبل بالوضع ده. فاتمنى برضه في الاخر بس كلامي اللي حضرتك بتقوله ده ان معتمد خرجه من الباب الكبير لانه يستحق طبعا. الشخصيه مؤدبه قوي. وهتنور يا كابتن معتمد هنا يعني بص طبعا هو ينور وهيشرفنا ويزودنا. بس انا محترم قوي ومدرب كمان ما شاء الله عليه. اتمنى ان هو ياخد حظه في التدريب السنه دي. هو يستحق انه ياخد حظه في التدريب. يعني عنده فرص كتير وانا عارف انه في انديه كتير طالباه. اتمنى انه ياخد فرصه في التدريب لانه انت مش كل يوم الصبح بتاخد بطوله زي بطوله الدوري مع نادي الزمالك في الظروف ديت. تستحق وتتحسب لك. واتمنى انه يعني على الاقل في موسمين الكابتن معتمد جمال لابد ان يتالق فيهم كمان. معلش انا اخر اللقطه ان هو ما بيتكلمش فلوس. يمكن اقل راتب في الدوري المصري، ويمكن شوقي وعمر عارف اللي انا هقوله ده تقريبا في فلوس. يعني لسه ليه مستحق كتير قوي ما فتحش بقه ولا حتى شاور. زي ده لازم نحترمه. ده حقيقي. طيب خلود، هل عندك تحب تخش في اخبار الصفقات ولا عندك تعقيب على موضوع التراخيص؟ هدخل في تعقيب كده بسيط. يلا. مساله الرخصه في النادي الاهلي هاخد من كلام الاستاذ ابراهيم انه في حاله من الاول الاستغراب عند النادي الاهلي من السؤال. ماشي. ثم التفاهم والسعاده باللي حصل. طيب الاستغراب لان كان السؤال من لجنه الترخيص للنادي الاهلي ابعت لنا ايه دور
شركه الاهلي لكره القدم، ايه دور شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه، ايه دور شركه الاهلي للانتاج الاعلامي في الميزانيه الخاصه بفريق الكره. كويس. حاله الاستغراب اللي كانت عند النادي الاهلي ان اولا ده مش دور اتحاد الكره في مساله الشركات دي، لان هم خاضعين في الشركات يا اما لرقابه وزاره الاستثمار او وزاره الشباب والرياضه. والنادي الاهلي كان ما بين امرين، انه يرد على الناس في اتحاد الكره في الترخيص بان ده دور الجهات دي، او انه النادي الاهلي يرد ويحط المعيار او يثبت المعيار عشان يبقى موجود على كل الانديه. ماشي. فالنادي الاهلي عمل المعيار ده علشان او تجاوب مع الرغبه دي عشان يحط المعيار، وبعد كل ما من شأنه اللي يرد بيه على استفسارات لجنه الترخيص. طب انا عندي سؤال معلش خطر في بالي دلوقتي. هي لجنه الترخيص بعتت تسال النادي الاهلي على وضعيه او علاقته بشركه الكوره. طب ما هي في انديه تانية ما عندهاش شركه كوره. ما انا جاي. بيتكلموا على الموقف المالي للنادي ككرة قدم. النادي الاهلي بعد انت روافدك في الكوره ايه؟ روافدك في الكوره في ميزانيه الكوره شركه الكوره وشركه الانتاج الاعلام وشركه الخدمات. فالنادي الاهلي بعد الشركات دي شركات متساهمه داخله مع بعضها. بعد الميزانيه الكامله بتاعه النادي بما فيها ميزانيه كل شركه واقرار كل جهه مسؤوله عن هذه الشركه بكل ما يحدث في الامور الماليه بتاعه الشركه. ثم النادي الاهلي لما سالت الاستاذ ابراهيم عن المعيار بتاع لجنه الترخيص الخاص بالسؤال، المعيار ان كل نادي قبل 31/3 ما يكونش مديون مش بس للعيبه ولا الانديه، لا ده كمان ديون سياديه، ضرائب، ميه، تامينات، كهرباء وكل شيء. مسويها كلها؟ كل مقدم ما يثبت انه ما عندوش ازمات. وما عندوش مشاكل مع هذه يعني مجدول، يعني لو في حاجه مجدول فيها يثبت ان هو بيجدول. بالظبط. ولو متجدول قبل كده وما اتجدولش وفي نادي مثلا بيجدول المتجدول، فالنادي الاهلي هيشوف القصه دي بعدين، وده اللي جاي فيه دلوقتي. ماشي. فالنادي الاهلي بعد ما خلص كل حاجه وهو محطوط في الجهات السياديه او سواء ميه او كهرباء او تامينات او حاجه، هو مصنف النادي الاهلي كليفل 1 ليفل 1 يعني هو في الشريحه الاولى. الشريحه الاولى في السداد ما عليهوش اي حاجه خالص، وقدم ما يثبت. لا وكمان الاهلي في الشريحه الاولى في الضريبه يعني بالنسبه من كبار العملاء بالنسبه للضرائب، قدم ما يثبت كل شيء في الامر ده. هنا بقى النادي الاهلي بعد ما خلص كل حاجه هيطلب فيما بعد كيف صار الامر مع باقي الانديه، خاصه أن هناك في اعترافات مثلا عند نادي الزمالك. كان الكابتن حسين لبيب قال في تصريح من حوالي اسبوع ان نادي الزمالك مديون ب3 مليار، منها ديون سياديه. ماشي. ال3 مليار دول النادي الاهلي وفقا لما حدث معه في مساله التراخيص والتسويات اللي حصلت، فهيسال بعد كده لجنه الترخيص حينما تعلن اصدار الرخصه لنادي الزمالك كيف صارت الامور بالنسبه لنادي الزمالك، في ظل ان الكابتن حسين لبيب بنفسه اعترف ان في 3 مليار جنيه ديون سياديه على نادي الزمالك. هتسالني هل للنادي الاهلي احقيه في السؤال ده؟ هنا في حاجه اسمها صفه ومصلحه. في حاجه اسمها صفه ومصلحه يا استاذ ابراهيم. بمعنى ايه؟ الصفه والمصلحه، هل انا ليا صفه اسال السؤال ده؟ ايوه، انا عضو جمعيه عموميه المفروض علشان اخد رخصه دفعت فلوس، والمفروض تطبق عليا مبدا تكافؤ الفرص ما بين كل الناس. فلو ما طبقتش نفس المبدا عليا او على الانديه الثانيه، يبقى انا اسالك انت ليه ما عملتش ده؟ المصلحه هنا ايه؟ المصلحه بالعكس، انت اصدرت رخصه لنادي لا يستحق انه ياخد رخصه، وبالتالي بعت للاتحاد القاري انه معاه رخصه على خلاف المفروض انه ما يحصلش. دي فرضيه من عندك دلوقتي؟ لا، ده تفكير داخل النادي الاهلي. ايوه بس لو ده حصل لو ده فرضيه ان هو الزمالك ياخد رخصه بس الرخصه دي مش حقيقيه. طب ما ممكن دي فرضيه. لا، ما هو النادي الاهلي هيسال بقى يعني ايه حق السؤال. هنا برضو نفس السؤال تاني. طب ما هو انت ليه بتعمل ده؟ هيترد برضو. ما هو كان نادي الزمالك راح اشتكى للمحكمه الرياضيه وتضامن مع نادي بيراميدز في قضيته
في مساله الدوري وهو ما كانش ليه الاحقيه في ده. هم شايفين ده. طب ما هو ساعتها الزمالك اتقال له ان انت مالكش احقيه في ده. ماشي اوكي، يرد عليا الاتحاد القاري بقى يقول لي انت مالكش احقيه في ده. طيب ناخد هي على فكره بس في السياق ده الامر لا يجب فهمه ان هي اهلي وزمالك. لا انت مش عركه الوان، انت بتدور لا على لا هي اهلي وزمالك وانت بتدور على حقك. لا اتكلم بس في حاجه. فاهمها ايه؟ اتكلم في حاجه. انت كمان لما انت بتطالب بالموقف كله يكون فيه شفافيه، ما في مواقف ماليه الفرق متنافسه في الدوري محدش يعرف عنها حاجه. زي بيراميدز. هو انت يعني بيراميدز منافس ولا مش منافس؟ بس هو بيدخل معاك سوق الميركاتو ولا ما بيدخلش؟ كلام خالد خاص بيه الزمالك، هو ما قالش انه الاهلي ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، ما ينفعش تختزلها في لونين. انا اتمنى انك انت ما دام بتتكلم على معايير شفافيه ومعايير نزاهه ومعايير لعب مالي نظيف وان انت عايز تقف على ارضيه واحده، الانديه الخاصه ما حدش يعرف عنها حاجه، لا الموقف المالي بتاعها، لا بتصرف كام ولا جابت الفلوس منين، لا انت بتتكلم على بيراميدز ولا على سيراميكا ولا على زد ولا على بقيه الانديه المتنافسه. انت بتتكلم على رخصه نادي محترف شايف افريقيا مؤهل، لا حتى مؤهل للمنافسه المحليه. ما هو بيدخل معاك في الميركاتو وبيدخل معاك في المنافسه على ارضيه انت ما تعرفش عنه حاجه، هو فاتح خزاين يجيب اللعيبه اللي براحته، يضرب السوق اللي هو عايزه، وانت في النهايه مش قادر، لانك مش قادر تسال السؤال اللي المفترض اتحاد الكره لما بيسالوا للاهلي يسالوا للكل، الموقف المالي بتاعك ايه؟ جبت ده منين وبتصرفه فين؟ ما نفس السؤال اللي كان وجهه النظر دي انا عايز اخد منكم رد انت وشوقي على موضوع الرخصه، وهل الزمالك جاهز ومستعد لهذه المرحله ولا لا؟ من حيث تجهيزاته الورقيه، من حيث الامور الماديه، من حيث تسديد ما عليه، الامور اللي شبه كده. الزمالك ماشي بشكل جيد في كل الامور الخاصه بالرخصه المحليه او الرخصه الافريقيه. ممكن خالد يتكلم في فكره الديون. طبعا فكره الديون، نادي الزمالك دفع طول السنين اللي فاتت، نادي الزمالك ملتزم دايما بحق الدوله. يعني فكره ان اختزال الموضوع او محاوله ايصال ان فكره ان نادي الزمالك هو يتهرب من حق الوطن او من حق الدوله، ده امر غير حقيقي. لان احنا عارفين انه اي حد هيبقى عليه حاجه زي كده هيتم مطالبته بيه، زي ما حصل حتى في فكره حته ارض او جزء من الارض نادي الزمالك في 100 عقبه، ما طلبت الاوقاف وقالت ان هنغير السعر. فبالتالي كل الكلام اللي بيتقال، انا وجهه نظري طبعا مع كامل التقدير للنادي الاهلي، طبعا انا مش هتكلم عن وجهه نظرهم، هم ليهم وجهه نظر براحتهم، لكن انا بقول لك انا داخل نادي الزمالك او باعتبار ان انا بغطي مصدر داخل نادي الزمالك، نادي الزمالك جاهز سواء للرخصه المحليه او الرخصه الافريقيه، هيقدم كل اوراقه ووقتها كله يطلع عليه، واللي عايز يطلع اهلا وسهلا بيه، يشوف نادي الزمالك ازاي مسوي اموره، ازاي الزمالك ماشي بشكل جيد في كل الامور الخاصه بفكره الرخصه المحليه والافريقيه. لانه في الاخر زي ما احنا قلنا هو اتحاد الكوره، يعني هو معلش انا اسف في بعض الامور او محاوله الصاق ان اتحاد الكوره بيجامل الزمالك، زي ما فجاه اتقال ان قرر التعديل من 30 يونيو ل 25 من اجل الزمالك فقط، مع ان هي حصلت في نسخ قبل كده داخل الكاف وتم تاجيل اكتر من مره للانديه، ودايما الميعاد ده بيتغير وبيحصل فيه مد لاكتر من فتره. ففكره ان الصاق الموضوع او محاوله الوصول او محاوله فكره انه لا هو الموضوع ده حصل عشان الزمالك، وبدا يتقال الكلام يعني انا اسف يعني في الغمز واللمز انه هاني ابو ريده بيساعد، هو كده كده هاني ابو ريده او كابتن ابو ريده ومهندس هاني ابو ريده دوره انه يساعد الانديه المصريه، ما عنديش مشاكل، ولكن رجعني تاني الموضوع، حاجه طلعت من داخل الاتحاد الافريقي تمام معلش اخر نقطه، انه ده طلب من مصر او طلب من الاتحاد المصري او طلب من اي شخص بشكل رسمي او غير رسمي، وفي ناس كتير زمايلنا بيغطوا الاتحاد الافريقي كانوا يقدروا يوصلوا المعلومه بسهوله انه هل القرار ده من لجنه التراخيص ولا ده باعاز من شخص داخل الاتحاد المصري لكره القدم. طيب ده رجعني برضو للنقطه بتاعت انهاء الملف كله بتاع التراخيص لصالح نادي الزمالك. ايه المفروض من القضايا نادي الزمالك ماشي فيها خلصها؟ هل خلاص كل القضايا؟ لا طبعا لسه طبعا الزمالك لسه موضوع ابراهيم انداي زي ما احنا قلنا هو لسه زي ما هو، وده للاسف هو الازمه الاكبر داخل نادي الزمالك، ان هو راجل قافش في 1,800,000 ومش حالل خالص انه فكره ان هو يحاول يحل. الزمالك ممكن بيجهز دلوقتي سيناريو بديل ان هو يعرض جزء اكبر، يعني ما تاخدش الفلوس كلها بس تاخد جزء اكبر من تعدي النص بشويه، مش هنجدولها معاك زي ما بنجدول، لان مثلا عمر فرج مثلا على عده اقساط على مده مثلا حوالي اكتر من سنه وشويه داخلين في سنه ونص، ولكن ابراهيم انداي نظرا انه الزمالك هيحاول لغايه اخر 10 ايام من مهله القيد، وقتها الزمالك ممكن يغير فكره ويغير يتبع طريقه ثانيه. ولكن بقيه القضايا زي مثلا خلاص الجفاري خلصت، جوميز تم تحويل فلوس، في فلوس اصلا اتحولت لكن منتظر ان هي تتشمع على السيستم، زي اتحاد طنجه، زي نهضه الزمامره، زي جوميز،
عمر فرج خلاص تم اترفع من على السيستم، وبناء عليه الزمالك ماشي بشكل جيد. وانا باكد لك موضوع الرخصه الافريقيه ما فيهوش ازمه بالنسبه لداخل نادي الزمالك، والزمالك هيشارك بشكل طبيعي ان شاء الله السنه الجايه. عمرو بص يا كابتن، انا كنت ناوي اتكلم في الاخبار واعمل لك حصر كده للقضايا، يلا. ايه اللي باقي وايه اللي مش باقي. يلا. بس انا عندي تعليق على اللي قاله خالد. اتفضل. وانا متحفظ على جزئيتين. الجزئيه الاولى ان خالد بيقول ان النادي الاهلي هو من يعني مشي في سكه ان هو اللي هيحط المعيار. مع احترامي الكامل للنادي الاهلي واي نادي في مصر، هي الجهه المنظمه هي اللي بتحط المعيار مش نادي. والا الموضوع يبقى فيه حاجه غلط. احنا عندنا لجنه تراخيص محترمه، وعندنا لجنه قانون استئناف الاهلي هيثبت محترمة. معيار، هيثبت المعيار اللي بعته الناس اللي انت الزمتني بيه. هيثبت المعيار. هي اللجنه، كلام واضح. هي اللجنه زي ما ليها تعقيب على الاهلي زي ما ليها تعقيب برضه. كان احمد شوقي بيتكلم على هرجع لك تعقب. هرجع لك. اتفضل عمرو خلص وهرجع لك. فمفيش حد بيثبت المعيار غير اللجنه المكلفه بده، اللي هي تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم. ماشي. ده التحفظ الاول. ماشي. عشان جزئيه المعيار. الجزئيه الثانيه، انت ترى ان من يضع المعيار هو لجنه الترخيص ولجنه الاستئناف الاتحاد المصري لكره القدم. خليني يا خالد طيب ارد. طيب يا خالد، ما انا لازم اقوم بدوري يعني. ما انا مش هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، اذا كانت اللجنه هي من وضعت هذه المعايير وده امر مسلم به، تطبيقها على الجميع اصبح امر لا محاله منه. مفيش مشكله. طيب احنا بقى بنتكلم في جزئيه ثانيه، انه تطبيق المعيار ده على الكل لابد ان يكون بشكل شفاف كل الانديه، ويكون معلوم للجميع انه اللي طبق هنا طبق هنا طبق هنا. هل في حاجه تمنع ده؟ لا، مفيش اي حاجه تمنع ده. طيب احنا ما دخلناش اصلا في الجزئيه دي. احنا دخلنا هو خالد بيستعرض فكره مين اللي يثبت المعيار، ودي امور بالنسبه لي لا مش خليني مفهومة. بس خليني اقول لك هو يقصد ايه، وخالد قاعد يعني وعشان بس نبقى احنا بنتكلم في جوه المضمون. ويقصد انه طالما انت طلبت مني كنادي اهلي تطبيق معايير معينه وبعت لي، فانا رديت عليك وبعت لك. انا مستني اشوف ايه اللي هيحصل مع الكل، واللي حصل معايا حصل مع الكل ولا لا. صاحب المعيار الاصيل هي لجنه التراخيص. ما تم الاستفسار منه عند الاهلي اصلا. هو الزمالك بصدد انشائه. يعني الزمالك لسه بصدد انشاء شركاته. اذا كان حصل لا القضيه مش الشركات. لا هو القضيه هو بيسالك الموقف المالي بتاع كره القدم عندك ايه. انت عشان الوضع مختلف، كل نادي له وضعيه مختلفه عن يعني الاهلي بيخش له الروافد بتاعته، واحده منها شركه الكوره. الزمالك مش الرافد عنده شركه الكوره، الروافد بتاعته ممكن تبقى من محلات، من بيع لعيبه، من اشكال ثانيه عنده روافد. انت على مدار السنه واحنا قاعدين شفت اخبار من وزاره الماليه او من الضرائب او من غيره ان الزمالك حصل جلسات وتم جدوله المديونيات. فخالد بيقول لك ايه، في انديه بتجدول فيلم متجدول. يعني لا هو يا جماعه انتوا وده التحفظ يا خالد على اللي بيتقال في النص. انا بقول لك انا بتحفظ على حاجتين، على فكره ان في انديه بتجدول في المتجدول. هو خالد او مش جهه تحقيق لفكره الجدوله. اذا كان الاهلي عنده في الدوله مظبوط، في جهات في الدوله بتبص، وجهات بالدوله بتبص على مصلحه الدوله. وفي وقت من الاوقات انا ممكن اشوف ان انت بتمشي بسيستم معين غلط، اسحب منك ارض او اسالك اقول لك في الاوقاف انت عملت ايه او بالظبط. وفي جهات ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل بس ده مفهوم. نيجي بقى لجزئيه القضايا. انت هنا بقى من تحفظاتك على الجزئيتين، فانا مش عايز اتفرع لها بقى ونسيب اصل الموضوع. ايوه يعني مش عايز اتفرع على القضايا عشان اعمل لك حصر بيها. الزمالك خلال اخر 48 ساعه دفع جوميز، فيريرا، لازيتش، بيير اللي هو مساعد يانيك فيريرا. دول اخر 4 قضايا اتدفعوا من قبل الزمالك. الزمالك قبلهم دفع مصدق ونادي اتحاد طنجه، ودفع لسامسون اكينولا، دفع للجفالي، دفع لشارو اللي هو نادي عدي الدباغ، دفع لاستريلا اللي هو نادي شيكو بانزا، دفع لجروس، لعمر فرج، لسامسون اكينولا. كده ايه اللي باقي عند الزمالك؟ باقي على انه ياخد قضايا الرخصه تبقى انتهت تماما. قضيتين لنادي الكسندريا، ودي نادي واحد اللي هو النادي اللي جاي منه خوان بزيره، و اسطل سانت اتيان او مستحقات سانت اتيان. فرجاني ساسي، وتم تسويه فرجاني ساسي وعمل عقود معاه وانهاء الامر، ولكن لسه هيتم السداد. عبد الحميد معالي فاضل مستحقاته هو، لكن طنجه اتدفعت. ابراهيم انضاي في تفاوض مع ممثليه على فكره الدفع. يبقى باقي على ان الزمالك ينهي قضايا الرخصه بتاعته. 5 قضايا منهم قضيتين لجهه واحده، يعني يعتبروا 4 ملفات. اما بالنسبه بكام دول بقى؟ لا دول يعدوا الرقم يعني. ما هو دي القضايا اللي فيها المبالغ الكبيره. يعني في قضيه مثلا هتلاقيها ب1.8 مليون،
دولار ده مش جنيه. توتال 300. يعني بالنسبه كمان عشان الناس اللي كانت بتسال على موضوع صلاح مصدق عشان قصه الايقاف القيد التاديبي، وهل في جلسه استماع او مفيش جلسه استماع، والناس بدات تبص يعني بتتابع موقع المحكمه الرياضيه الدوليه وبتشوف الجدول بتاع جلسات الاستماع. هو لسه ما وصلش اصلا نادي الزمالك اسم المحكم. الامور بتمشي ازاي؟ ان المحكمه الرياضيه الدوليه بتعين محكم ينظر في القضيه، بيبدا يجي للنادي اختار باسم المحكم ده. انت كنادي بتقول للمحكم طلباتي، سواء انا عايز جلسه استماع اعرض فيها المتطلبات بتاعتي ودفوع ومستنداتي ولا لا، او انا عندي اوراق عايز اقدمها للمحكم عشان ينظر في القضيه. فيتعين محكم ان شاء الله. يعني نادي الزمالك بيتطلع ان ده ملوش توقيت معين، بس يتطلع ان يكون فول يوليو. طيب. عشان نبدا بعد كده نشوف جلسه في موضوع صلاح مصطفى. نقفل قصه التراخيص بانه الكل هيبقى مجمع على جزئيه معينه، الساده الضيوف اللي قاعدين في الاستوديو، الناس اللي قاعده في البيوت، ادارات الانديه كلها، انه في سيستم هيطبق على الجميع. هذا السيستم يكون فيه من الشفافيه الكافيه، انه كل واحد هيطبق عليه المعيار ده 1 2 3 4 يطبق على كل الانديه. وما اظنش ان هو موضوع يعني لا في ازمه ولا في الزمالك هيحصل على رخصته بشكل طبيعي يا كابتن ابراهيم، ومفيش اي مشكله. ثانيه واحده يا عمرو النبي، يا جماعه ما تقاطعونيش، عشان انا دلوقتي انا بتحاسب على الكلمه. لا اتفضل. فيعني انا ما يعني انتوا حضراتكم بتقولوا وانا انا ما علقش، يقول لك ما علقش. لا طبعا اتفضل. كان قاعد مصه ما اتكلمش. اتفضل علق. تقول لهم حاجه يا استاذ ابراهيم. اتفضل علق بس يا استاذنا برضه يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم النهارده الاسماعيلي في محايد. فالفكره انه المعيار اللي احنا متفقين عليه كلنا انه الموضوع ده كله على بعضه لابد ان يكون هناك فيه شفافيه لكل الانديه المصريه. التعامل انا عارف كويس انه هيكون بالشكل ده، لا يحصل مع الف زي ب زي ج زي د زي انا مش عايز اسمي اسماء بالانديه، وده لمصلحه الكل. واتخيل انه في الاول وفي الاخر الكل هيصل الى صيغه تفاهم. انا احب ان الانديه بتاعتنا كلها المصريه تبقى ملتزمه وتبقى متزنه. تاني نقطه مهمه، الاراء والاخبار وتفاصيلها مسؤوليه الساده الضيوف الكبار الصحفيين. هي عشان كده محتاجه ونمتلك نحن التعقيب. الفكره ايه؟ انت ما دام بتتكلم على لجنه قضائيه فيها كبار الساده المستشارين بالظبط، ما ينفعش تقول والزمالك هياخد الرخصه. لا ودي حاجه لا تستبق حكم. في النهايه في ورق من كل الانديه هيتقدم للجنه قانونيه، واللجنه هتقيم يستوفي ورقه وياخد الرخصه. ده طبيعي. مش نخلص موضوع الرخصه. انت وعدتني بالتعقيب. انا بقول لك تقييم للموقف بناء على انا قلت انا نفسي جيمي يتكلم. انا نفسي يا خالد. انا قلت ان النادي الاهلي اصلا ده كلام. طب يلا بس عقب يا خالد، عقب يا حبيبي. بعقب والله اهو، انا بعقب اهو في حته ان النادي الاهلي، او ان انا قلت ان النادي الاهلي بيتكلم على مساله الرخصه والضرائب بالنسبه لنادي الزمالك. النادي الاهلي الكلام استنادا الى تصريح قاله رئيس نادي الزمالك. ما قلتش ان انا الخبر جاي من عندي ولا من عند النادي الاهلي. انا بقول تصريح قاله رئيس نادي الزمالك الاسبوع اللي فات. مفهوم. بس الغلبان اللي جنبك ده يتكلم. نفسي اسمع صوتك. هتكلم بقى؟ يلا قول يا جيمي قول غني يا وحيد. نرجع بقى للمنتخب بقى. والناس كلها مركزه دلوقتي في منتخب مصر. يمكن هو المنتخب اجواءه حلوه جدا، معسكر كويس جدا. يمكن عايز اقول موقف المصابين بس قبل ماتش استراليا. يمكن حاجه كويسه اللي حصلت في التمرين اللي كان بيقام في الوقت الحالي، يمكن خلصان من ربع ساعه. ان محمد صلاح شارك في التدريبات الجماعيه النهارده. كويس قوي. لحد الايام اللي فاتت كان بيعمل التاهيل، وشارك خلاص في التدريبات الجماعيه، دخل مع الفرقه. وهو اصلا يمكن يا كابتن حضرتك قلتها امبارح في حلقه المدربين ان هو ذكي، فهو يعني حس انه جاله مشكله فطلب انه يغير. يعني هي مش قصه، ما كانتش اصابه قويه، والحمد لله قدر ان هو يتغير بسرعه، وقدر ان هو يعمل التاهيل بسرعه كمان بتاعها، وقدر الخلفيه طبعا، وقدر ان هو يشارك النهارده في التدريبات الجماعيه. ده بالنسبه لصلاح. يمكن فتوح اصبح خارج المشاركه بتاعت مصر في كاس العالم خلاص بنسبه تتخطى 90%. فتوح مصاب من الماتش طبعا الماتش اللي فات، فاصبح الموضوع بالنسبه له صعب. عبد المنعم برده ما فيش استعجال من ناحيته، لان عبد المنعم برده الاصابه بتاعت الكاحل دي بتبقى رخمه شويه، فهم خايفين تتجدد او خايفين حاجه تحصل له. يمكن حسام عبد المجيد بقى هو وحمدي فتحي خلاص اللي جاهزين، يعني مشاركين من امبارح في التدريبات. يمكن النهارده حمدي فتحي هياخد التدريبات كامله، كان امبارح جزء اول امبارح جزء، فهيشاركوا بشكل كامل ان شاء الله في المباراه. يمكن حمدي فتحي خلاص يمكن هو الوحيد اللي ضمن مكانه بشكل كبير جدا في فكره مهند لاشين اللي هيغيب بسبب البطاقات الصفراء،
فهيكون موجود في وسط الملعب مكان مع مروان عطيه، بجانب بقى صلاح ان شاء الله اللي هيرجع مره ثانيه ويكون موجود في التشكيل الاساسي. يمكن انا سالت برضو على فكره هيثم حسن وجاهزيته للماتشات الجايه، وهل حصل اي جلسات معاه. يمكن يا كابتن زي ما بقول لك، هو كابتن ابراهيم حسن بيتبع كده فكره، هو مش فكره ان انا اجيبك واقعد معاك وجلسه، لا، هو بيحسسك قد ايه ان انت مهم في الفرقه بطريقه ما، يعني في قعدته مع اللعيبه. هم الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بيعملوا حاجه يعني انا بشوفها كويسه جدا، بيقعدوا دايما مع كل خط لوحده، كل خط لوحده قبل التدريب الجماعي. ويمكن ده حصل النهارده مع هيثم حسن وامبارح مع هيثم حسن، وهو يعني مستجيب بشكل كبير جدا، وهو خلاص هو عارف ان هو الفتره اللي فاتت دي كلها هو توضح له ان احنا اللي انت ما شاركتش مش ان انت وحش، ولكن كانت لامور فنيه في المباريات، ويمكن نشوفه في الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله قدام استراليا. يا سلام يا سلام، ولا مشاكل ولا في الاخر فاصل ونرجع نكمل.